حبايبي ابطال ثالثه ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير. معاكم مستر ابراهيم حسني مدرس التاريخ في المرحله الثانويه. زي ما قلت لكم حبايبي ان انا باذن الله هشرح المحاضره الثانيه، وكنت شرحت لكم المحاضره الاولى واتمنى ان احنا نكون استفدنا منها. باذن الله في المحاضره الثانيه هنستكمل اهم اسئله النماذج الاسترشاديه واهم الاسئله المتوقعه في الامتحان. نبدا بسم الله ويلا بينا. يلا حبايب قلبي مع بعض نبدا بسم الله. اول سؤال عندي بيقول لك ايه؟ الدروس المستفاده، وما ننساش الحاجه اللي بنعملها على طول، نجيب النوت واي سؤال جديد او ناسيينه يتم تدوينه على طول. السؤال بيقول لك ايه يا حبيبي؟ الدروس المستفاده من فشل نابليون في اخضاع الصعيد تظهر اهميه ايه؟ والله يا حبيبي انا قلت لك ان هو فشل في اخضاع الصعيد عشان الراجل ده ما كانش عنده معلومات استخباراتيه، ما كانش فاهم هو رايح يحارب فين، وكان في عجز مين؟ عجز عنده بالنسبه للعلماء، عجز عنده الجمعيه العلميه اللي ظهرت في عهده. تمام يا مستر. طب ادى لايه؟ وادي النيل؟ لا. ادى ان انت عندك عجز في دراسه ميدان المعركه، عندك عجز في دراسه ميدان المعركه، وايه تاني؟ وعندك عجز في قرارات المجمع العلمي. تمام يا مستر. ان الناس دي ما كانتش فاهمه، المفروض كانت تعرف ايه اللي موجود، ايه طبيعه البيئه الجغرافيه. جاءت بكتابات عمر طسن: وقد نجح محمد علي في تحول ارتباط المصريين بالطين يعني الزراعه الى ارتباطهم بالوطن بمصر كلها، ان انا هدف ادافع عن مصر كلها. وطن يعني الجيش. تمام. جاء كلام عمر طسن في اطار حديثه عن ايه؟ تعالى كده نعرف واحده واحده. تمام. جاء حديث عمر طسن في اطار حديثه عن تطبيق سياسه الاحتكار؟ لا. انشاء هيئات تشريعيه؟ لا. بناء؟ ايوه، انا عايزكم تتحولوا من فلاحين لجنود مقاتلين. نجح محمد علي في تثبيت أركان حكمه من خلال استخدامه سياسة فرق تسد بين القوى الوطنية، بينما سعى الخديوي توفيق في تحقيق ذلك عقب. يعني محمد علي طبق سياسة فرق تسد في القوى الوطنية لما استغل منسوب النيل وأزمة الفيضان، واستغل الغيرة بالعلماء حول شخصية مين؟ عمر مكرم، وقضى على الزعامة الشعبية. طيب الخديوي توفيق عمل كده امتى؟ عمل كده لما القموصه بتاعنا، مين القموصه بتاعنا؟ البارودي. طب هو البارودي قمص؟ اتقمص. قال لك والله انا هسيب وزير الحربيه نتيجه حادثه مين؟ العربه، لما المصريين لقوا الاجنبي قتل المصري، خبطوا بالسياره وراحوا لمين؟ يا توفيق عايزين حق مين؟ المصري. القصاص. فقال لهم انا هشيلكم منصبكم وانفيكم كمان. فلقينا مين اللي اتقمص ومشى؟ اللي اتقمص ومشى مين؟ البارودي. ولقينا توفيق جاب صهره داوود باشا اللي استخدم العنف وبدأ يعمل عملية التفرقة ويقضي على الضباط. واتقمص تاني كمان في مين؟ اتقمص تاني في المذكرة المشتركة مين؟ التانية. يبقى أنا كده أعرف مين؟ أعرف يا مستر وزارة البارودي بالراجل الإيه؟ القموصة. اللي بعدها يا مستر: ارتبط نمو الروح الوطنية المصرية في بداية القرن العشرين. بداية القرن العشرين يعني 1900. طب ايه اللي خلى الروح الوطنية تزيد في القرن ده؟ بنتائج سياسات مين؟ في أوائل القرن العشرين يعني 1900. يعني في عهد الخديوي مين؟ عباس حلمي الثاني. طب مين اللي خدم عباس حلمي الثاني بشكل غير مباشر؟ والله يا مستر اللي خدمه اسماعيل. ليه؟ لما عمل بعثات علميه، فالبعثات العلميه دي لما رجعت نقلت الثقافه اللي موجوده في اوروبا، عايزه ديمقراطيه وعداله ودستور. يبقى اسماعيل لما عمل البعثات خلت عندك ثقافه وعلم، وخلت عندك صالونات فكريه، فبقى عندك واحد مكافح زي مصطفى كامل. خد بالك من السؤال ده مهم. اللي بعديه: الوقايه خير من العلاج. طبق الانجليزي الحكمه السابقه في التعامل مع الفرنسيين بالدليل. الوقايه خير من العلاج. ان انا اتعشى بيك قبل ما اتغدى بيك، انا مش هسيبك تاكل. طب ايه اللي عملته؟ قال لك والله لما فرنسا جت خدت مين؟ مصر. جينا لقينا هنا عندك ساحل البحر الاحمر. جينا لقينا انجلترا راحت خدت جزيره مين؟ بريم. ليه؟ خلاص ما هي خدت جزيره بريم جنوب البحر الاحمر. خلاص يا فرنسا انت كده مش هتقدري تقطعي علاقتي بمين؟ بالهند. ده انا ماسكه كمان مين؟ رأس رجاء الصالح، وماسكه البحر الاحمر من الجنوب. طب تعالى نعرف هنا مين؟ القيام باحتلال جزيره مين؟ بريم.
يظهر الشبه بين اتفاقية سايكوس بيكو ونتائج مؤتمر برلين. هي اتفاقية سايكوس بيكو قالت لك ايه؟ قالت لك والله يا عم خد انت يا انجلترا العراق، ومش عارف خد انت يا فرنسا سوريا ولبنان. طب ومن نتائج مؤتمر برلين كانوا بيقسموا ممتلكات رجل اوروبا مين؟ المريض. جت بعدها بريطانيا مصر، وبعدها خدت قبرص، وفرنسا راحت خدت تونس. يعني بيقسموا ممتلكات، يبقى التوسع على حساب الدولة العثمانية. السؤال السابع عندي بيقول ايه؟ السؤال السابع عندي بيقول ظهر الدور اليهودي السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. أول ما الحرب العالمية الثانية انتهت ظهر دور يهودي مهم في الولايات المتحدة الأمريكية. طب إيه الدور اليهودي المهم اللي ظهر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية؟ والله الحرب العالمية الثانية انتهت في مناطق 45 وفي مناطق كمان 46 زي اليابان. طيب ايه اللي حصل يا مستر في الفترة دي؟ اللي حصل في الفترة دي ان اسرائيل تلاعبت، او الكيان اليهودي تلاعب بانتخابات الولايات المتحدة الامريكية، واسفر التلاعب اللي عملته اسرائيل ده عن نجاح الرئيس الامريكي هاري ترومان. يبقى لازم الاقي حاجة هنا ليها علاقة بالانتخابات، التأثير في نتائج الانتخابات الامريكية لما فاز مين؟ هاري ترومان بالانتخابات عشان يدعم مين؟ عشان يدعم الكيان الصهيوني المحتل، وفاز بالفعل سنة كام؟ 1948. السؤال الثاني: تميزت حرب الاستنزاف عن باقي الحروب التي سبقتها بين العرب وإسرائيل في ايه اللي فرق حرب الاستنزاف عن الحروب اللي قبل كده خاضتها مصر؟ عن مثلا حروب الصمود والتصدي، عن مثلا حرب العدوان الثلاثي 56، عن حرب 48. ايه الميزه اللي كانت موجوده في حرب الاستنزاف ومش موجوده في باقي الحروب؟ تحقيق استقرار عسكري على الحدود. ازاي الناس دي في حاله حرب مفيش استقرار لسه؟ استرداد اجزاء من الاراضي المحتله، يعني نقول ممكن، بس استرداد الاجزاء دي كان في حرب 3 وكام 70. اللي استردنا لما استردينا الضفه مين؟ الضفه الشرقيه، ورجعنا باقي سيناء عن طريق مبدا السلام او معاهده السلام، ما عدا طابه بالتحكيم. طيب يا مستر، توحيد جيوش العرب ضد الصهاينه، تمام، ممكن بداوا يتوحدوا، بس التوحد ظهر امتى؟ لو انتوا فاكرين في حرب 73، عشان كده حققنا انتصارات، فيعتبر غلط بغلط غلط كلها بعيده. الانتقال من مرحله الدفاع للهجوم، ايوه هي دي. ليه يا مستر؟ عشان كان يسبق حرب الاستنزاف، كان يسبقها مين؟ مرحله اسمها مرحله الصمود والتصدي، من اسمها صمود وتصدي، ان انا صامد بدافع عن نفسي، بدافع عن ارضي، بدافع عن شرفي. بعدها انتقلنا لمرحله الاستنزاف. الاستنزاف قالت لك لا، انا هحول من الدفاع للهجوم، انا مش هدافع بس، انا هدافع وهاجم. وجبنا حائط صد الصواريخ، وقدرنا ندمر لهم معظم الطائرات بتاعتهم المتطوره اللي كان ليها تكلفه اقتصاديه عاليه. عشان كده هي كانت تعتبر بمثابه حرب هجوميه واستنزاف، عشان كنت بتستنزف وبتقضي على ثروات الكيان الصهيوني. 9. سعى محمد علي لتحقيق مبدأ السيادة الوطنية في مصر. هو انت امتى تبقى سيد بيتك؟ امتى تبقى سيد دولتك؟ امتى يبقى القرار خارج منك؟ والله انا ابقى سيد دولتي لما اقدر احمي دولتي، لما اعمل اكتفاء ذاتي لدولتي، تمام كويس، لما اصنع سلاحي بنفسي، ما اعتمدش على حد من بره، مثلا اعتمد على دول عظمى هي اللي بتبعت لي السلاح، فيبقى القرار في الوضع ده مش مني، القرار من الدوله العظمى، هي اللي تقول لك حارب او ما تحاربش، هي اللي تديك السلاح او تمنعه. فانا لازم اختار اختيار مناسب للي انا قلته ده. طب تعالى كده، من خلال مجلس التجار ملوش علاقه خالص، فرمانات سلطانيه ملهاش علاقه خالص، ده كان اسماعيل. الوظائف الاداريه كده كده محمد علي متحكم في كل ده. الصناعات الحربيه، ايوه الصناعات الحربيه هي اللي بتعمل لي استقلال ذاتي وبتخلي القرار من السياده والاداره الوطنيه، ممثله في محمد مين؟ علي. يتمثل وجه الشبه بين الزعيم محمد فريد، يبقى انا هنا عايز وجه الشبه، وجه التماثل، تمام يا مستر.
يتمثل وجه الشبه بين مين؟ محمد فريد في مصر، تمام، وعلال الفاسي في المغرب، تمام. ايه وجه الشبه ما بينهم الاثنين؟ مواجهة نفس المحتل؟ لا يا مستر، محمد فريد كان مين؟ انجلترا. وعلال الفاسي في المغرب كان مين؟ كان فرنسا. الاهتمام بقضية التعليم والثقافة، يعني ممكن نقولها، بس ايه نخليها معانا. قيادة الحركة الوطنية خارج أرضها ممكن. استخدام الكفاح المسلح لا، بعيدة، تمام. كان معظمهم خالد بن عبد القادر وعلال الفاسي، يعني ايه اهتم شوية بالناحية الثقافية، بس كان اللي أكتر شوية محمد فريد ومصطفى كامل. طب مستر تعالى كده، مين الإجابة الأمثل عندك؟ الإجابة الأمثل عندك هي قيادة الكفاح خارج أرض الوطن. قيادة الكفاح خارج أرض الوطن؟ قيادة الكفاح خارج أرض الوطن. طب اثبت لي محمد فريد نتيجة ضغط الاحتلال لأنه طلع يجي يسافر فين؟ سافر ألمانيا، تمام، عشان يندد بمساوئ الاحتلال الإيه؟ البريطاني. طيب يا مستر، علال الفاسي لما لقى ضغط من الحكومة الفرنسية عليه قام جاي اتجه لمين؟ اتجه لجمعية مين؟ مناصرة المغرب. فين؟ في القاهرة، جمعية تحرير المغرب في القاهرة. يبقى اتجه لمين؟ للقاهرة، يعني مصر. يعني الاثنين لجأوا لدول تانية عشان يوضحوا قضية بلدهم ومساوئها للعالم كله، سواء علال الفاسي مصر، سواء محمد فريد ألمانيا. من رساء حافظ إبراهيم لمصطفى كامل: يا أيها القبر، هذا الضيف آمال أمة. يعني يا قبر، الضيف اللي معاك ده اللي جاي يتدفن ده هو آمال أمة كلها، تمام. فكبر وهلل، افرح يا قبر، والقيه ضيفا جاسيا. خلاص، يعني يرتاح في قبرك، تمام. يبقى يا قبر افرح، انت جاي لك حد عظيم جدا، حد حمل على اكتافه عبء امه وهي الامه المصريه والنضال، تمام. تعالى بقى، احنا كده خلاص عرفنا الشخصيه اللي بيتكلم عليها مين. عزيز علينا ان نرى فيك مصطفى كامل شهيدا، كل الكلام ده جميل. يصح ان يكون هذا الرساء خلاص هو توفى، تمام. مصطفى كامل رايح القبر بتاعه، خلاص اتوفى، تمام. ان يكون رساء بعد ان نجح الفقيد مصطفى كامل في، يعني اخر حاجه عملها مصطفى كامل. ايه اخر حاجه انت عملتها يا مصطفى كامل؟ قال لي والله يا عم اخر حاجه عملتها اصدار جريده اللواء. لا يا مصطفى كامل، جريده اللواء دي كانت سنه 1900 وحضرتك اتوفيت سنه 1000. الوفاه كانت سنه 1908، يعني في العقد الاول من القرن العشرين. طيب اقامه المدارس الليليه، لا، ده مين؟ محمد فريد. عزل اللورد كرومر، ممكن سنه 1907. طيب انشاء الحزب الوطني، والله ممكن سنة كام؟ 1907. بس هنا هنختار مين؟ هنختار إنشاء الحزب الوطني عشان دي كانت في شهر أكتوبر ودي كانت إبريل، يعتبر دي شهر 10 ودي شهر مين؟ 4، تمام؟ فآخر أعماله كان إنشاء الحزب الوطني. السؤال ده حبايب قلبي إحنا مركزين فيه أكتر على التواريخ، عشان التواريخ كده بقول لك بعض التواريخ مهم. التقت أساليب سعد زغلول في التخلص من الاحتلال مع أساليب حكومة النقراشي فيه. والله يا حبيب قلبي السؤال ده عدناه مليون ألف مرة وإحنا بنشرح. قلنا تلاقت يعني تشابهت، ارتبطت، تداخلت، تمام. أهداف سعد وحكومة النقراشي في إيه؟ قلنا الاتنين حاولوا يستفيدوا من القوى الخارجية، حاولوا يستفيدوا من المجمع الدولي. ازاي يا مستر؟ ان سعد راح حضر مؤتمر الصلح زي الامير خالد بن عبد القادر، تمام. والنقراشي راح عرض على مجلس الامن التابع للامم المتحده قضيه استقلال مصر. يبقى لازم الاقي حاجه بالصيغه اللي انا قلتها، الاعتماد على المجتمع الدولي، هي دي. 13 العامل المشترك لنتائج انتخابات مصر في عام 1936. العامل المشترك، التشابه، السؤال ده مهم جدا. وعام 1950 كان ايه؟ ايه العامل المشترك في 36 والعامل المشترك في 1950 والعامل المشترك في 1942، تمام؟
في الثلاث اعوام دول في حاجه مشتركه. ايه الحاجه المشتركه يا مستر؟ الحاجه المشتركه ما بينهم حكومه مصطفى النحاس. طب مين مصطفى النحاس ده؟ مصطفى النحاس ده رئيس الوزراء اللي وقع معاهده 36، وهو اللي لغاها، وهو اللي عمل الرابطه العربيه، وهو اللي اعلن النضال المسلح في منطقه القناه. تمام. في حاجه تاني عن مصطفى النحاس؟ كان رئيس حزب مين؟ الوفد. يبقى لازم الاقي هنا حاجه ليها علاقه بالوفد، او حاجه هنا لو قال لك عقد بس هنا عايز تشابه، يبقى هنا عايز حاجه ليها علاقه بالوفد. ايه التشابه ما بين الراجل ده؟ قطع العلاقات الدبلوماسيه؟ لا. تقديم دول؟ لا. انا عايز التشابه. هنا ما قدمش، هنا بيعتبر كان قبلها قدم مساعدات. التحرك الشعبي في السودان؟ لا. عودة حزب الوفد لتولي مين؟ رئاسة الحكومة في الثلاث أحداث والثلاث تواريخ. قال الرئيس عبد الناصر في مؤتمر باندونج بأندونيسيا، مؤتمر عدم الانحياز ولا للكتلة الشرقية ولا للكتلة الغربية، سنة 1955، أن مصر تقف الآن وقفة المدافع عن الحرية. مصر بتوقف تدافع عن الحرية والرفاهية للشعوب، وتؤدي حق تقرير المصير اللي قالها الرئيس الأمريكي ويلسون، بس مصر بتأيده مش بتلعب بيه وتستغله. نستطيع القول بأن أكثر المناطق العربية التي استفادت من هذا الموقف المصري هي مين؟ بلاد الشام؟ لا، بلاد الشام كانت اتحررت قبل عبد الناصر، قبل ما تيجي ثورة 52 كانت اتحررت 46. والحجاز الحمد لله يعني ما كانش يعتبر فيه احتلال. طب شمال افريقيا والقرن الافريقي؟ القرن الافريقي ساعدنا، بس في شمال افريقيا ساعدنا اكتر، خاصة ساعدنا الدول مين؟ العربية، زي ما ساعدنا المغرب وساعدنا الجزائر. عدوي صديقي، حكمة طبقتها الشخصيات التالية، لكن يستثنى منها. تمام. يستثنى عنها. تمام. يخرج عنها. الحاجات دي مهمة يا تالتة ثانوي. ركز في السؤال، فهمك للسؤال هو حلك للإجابة. تمام. مستر عدو صديقي، مين اللي كان بيشوف؟ يعني نفترض لما الحملة الفرنسية جت تحتل مصر، كان مين عدو فرنسا؟ انجلترا، فانا المفروض اروح اصاحب انجلترا. طيب لما انجلترا هي اللي جت تحتل مصر، كان مين عدو انجلترا؟ فرنسا، فانا اروح اعتمد على فرنسا. اشوف مين عدوي. تمام. فده يعتبر بالنسبه لي ايه؟ صديق. طب تعالى، مين بقى يستثنى؟ مين ما طبقش الحاجه دي؟ مين ما اعتمدش على قوه خارجيه والكلام ده، هو اعتمد على نفسه والكفاح؟ رشيد علي الكيلاني، ده اللي عمل ثوره العراق واعتمد على المساعدات الألمانية وحكومة فيشي الفرنسية. مصطفى كامل نفس الكلام، ده راح اعتمد على فرنسا وأوروبا. طيب محمد فريد قلت ده راح هاجر على ألمانيا. طيب مين اللي اعتمد على الكفاح لوحده؟ عمر المختار ضد الطليان في ليبيا. مرت الدولة العثمانية أثناء النصف الثاني من القرن، تمام، من القرن الميلادي بمنحة داخلية وخارجية. تعالى كده يا حبيبي، أثناء القرن الثاني من القرن الكام؟ هنا نسيناها، من القرن ال18. تمام، القرن ال18. طب بالتحديد فين يا مستر؟ بالتحديد عشان قال لك منحة داخلية ومنحة خارجية. بالتحديد يا مستر عام 1768. طب ايه اللي حصل في التاريخ ده؟ والله يا حبيبي اللي حصل في التاريخ ده حصل خطر داخلي وخطر خارجي. الخطر الداخلي بالنسبة للدولة العثمانية كان من البلغار، تمام، كان بيمثل خطر داخلي برضه عشان داخل حدودها، ومن مصر لما حصل حركة علي بيك الكبير. والخطر الخارجي كان بيتمثل في روسيا، تمام، اللي حاربت الدولة مين؟ العثمانية. طيب يا حبيبي، أي من ملوك فرنسا كان أمامه الفرصة الحقيقية للاستعمار مصر؟ مين أي من الملوك دول أسهل فرصة كان يقدر يحتل مصر هو الوقت ده؟ طبعا لويس ال15 اللي راح يحتل مصر بطريقة دبلوماسية. يا سلطان اديني مصر. طب كان سنة كام؟ كان سنة 69، 1769، يعني نفس التاريخ. وعلى فكرة الحرب استمرت ل 1700 كمان 74. تعد نتيجة غير مباشرة لتنفيذ محمد علي أوامر السلطان العثماني
في العقد الثاني من القرن التاسع عشر. ركز، تعد نتيجة غير مباشرة. تمام؟ يعني محمد علي استغل أوامر السلطان وخلاها نتيجة لصالحه. طب أوامر السلطان في إيه يا مستر؟ في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، قلنا قرن 19 يعني كام؟ يعني 1800. تمام. طب عقد ثاني، تمام، يعني تسيب أول 10 سنين وتخش في بداية الإيه؟ من 11 بقى لحد ما توصل كده وأنت داخل على 19. يعني بتتكلم من كام يا مستر؟ بتتكلم من 1810 ل 1820. طب ايه اللي حصل في الفترة دي؟ والله اللي حصل في الفترة دي ان السلطان امر محمد علي، يا محمد علي عايزك في جزيرة عربية لقضاء على الوهابية اللي هي الدولة السعودية الايه؟ الاولى. فمحمد علي قال له تمام يا سلطان، وما ننساش طلب فيها مين؟ الشام. تمام يا مستر. وعمل ايه تاني محمد علي؟ قال له يا سلطان يا ابو السلاطين انا عايز الشام. قال له لا مش هديها لك. تمام، فهي دي انا مش عايزها دلوقتي. امال عايز ايه؟ لقينا دعا المماليك الهاربين اللي كانوا مصدر قلق واضطرابات وفوضى. قال لهم تعالوا يا حبايبي هنعمل لكم اوبن بوفيه عشان تحتفلوا بخروج الجيش بقياده طوسن وهو رايح فين؟ في الحركه الوهابيه. وعمل لهم مذبحه كلنا عارفينها، مذبحه مين؟ القلعه. طب تعالى كده، محاصره بيوت المماليك، الانفراد بالاداره المصريه. هو حاصر بيوتهم راح حاصرهم ولا جابهم قتلهم؟ لا يا مستر، الانفراد بالاداره المصريه. يبقى هو انفرد باداره مصر لما تخلص من مين؟ من المماليك. القاسم المشترك بين اتفاقيه سايكوس بيكو ومؤتمر سان ريمو. والله اتفاقيه سايكوس بيكو ومؤتمر سان ريمو، سواء سايكوس بيكو اللي هي فضحتها روسيا البلشفيه، تمام، قال لك كانوا عايزين يقتسموا املاك العرب. طب فين؟ في العراق والشام ومنطقه كده اسمها الهلال الخصيب. طب معاهده سان ريمو قال لك وضع فلسطين تحت الانتداب، ووضع سوريا ولبنان تحت الانتداب. طب سوريا ولبنان دي منطقه برضه الهلال الخصيب. يبقى القاسم المشترك هو اقتسام الهلال الخصيب. تشابهت ثوره العراق مع ثوره يوليو في انجازاتها. ايه؟ ودايما يا حبيب قلبي العراق كانت بتقتبس التجربه المصريه من الناحيه السياسيه في مجال الثورات، في مجال الثوره، زي ثوره 1920 عملتها لما مصر عملت ثوره 1919. طب هنا ايه اللي حصل؟ والله يا حبيبي اللي حصل ان هم حولوا نظام الحكم من ملكي الجمهوري، فعايز حاجه هنا في النواحي الحكم او السياسه. تشابهت تداعيات نتائج كل من وجود محمد علي في الجزيرة العربية واحتلال فرنسا لمصر. في ايه التشابه؟ مين؟ وجود محمد علي في الجزيرة العربية واحتلال فرنسا لمصر. والله يا حبيبي أول ما محمد علي راح الجزيرة العربية، أول ما محمد علي راح شبه الجزيرة العربية في الحركة الوهابية، لقينا بريطانيا طلعت تجري على مشايخ الخليج وعملت معاهدة صلح. تمام يا جماعة أنا هعمل معاهدة صلح. طب إيه الحجة عندك يا بريطانيا؟ قالت والله الحجة إن أنا رايحة أمنع حركة القرصنة. تمام يا عم الحاج، تمام، يعني أنت بقى ليك موضع قدم في الخليج وفي عمان، والقرصنة شبه فرنسا لما خدتها حجة لاحتلال الجزائر. اربط اكتب الحاجات دي عندك. طب ايه تاني يا مستر؟ طيب ده بالنسبة لمحمد علي. طب فرنسا، قال لك اول ما فرنسا خدت مصر قالت لها حبيبي ايه؟ انت جاية تتعشى بيا ولا ايه؟ قالت لها خلاص انا هنزل احتل جزيرة هنا اسمها جزيرة مين؟ قالت لها انا هحتل جزيرة هنا اسمها جزيرة مين؟ بريم، عشان تقطع الطريق عن فرنسا. تمام يا مصطفى. طب عايز حاجه هنا بقى تبقى شبيهه للكلام اللي انا قلته ده. تمام، سيطره انجلترا على البحر المتوسط. لا انا بتكلم هنا على الخليج. التحالف الروسي لا، توجيه، هي دي توجيه انظار انجلترا للشرق. انجلترا خلاص شافت واكدت اهميه الشرق. اتاكد لها اهميه الشرق من مين؟ من الحمله الفرنسيه ثم محمد علي. قالت لك لا المنطقه دي خطر لازم اتحكم فيها. كانت أول مراحل تحقيق الحلم الصهيوني، منذ القرن ال19 هو تمام. أولى مراحل تحقيق الحلم الصهيوني هو إيه؟ تمام؟ حلم الصهيوني هم عايزين يطبقوا أو يوصلوا لهدفهم. تمام؟
من البداية خالص كانت ايه يا مستر؟ قال لي والله أولى المراحل لما إنجلترا قالت لليهود أو الكيان الصهيوني أنا عايزة مال وانتوا عايزين أرض، فدي تعتبر أولى مراحل الحلم. تعال أنا هكتب لك كده اتفاق أو هقول لك وعد إن أنا هخلي فلسطين وطن لليهود. تيقنت جميع فئات الشعب المصري من زيف وخداع قيادة الحملة الفرنسية من خلال، والله حبيبي أنا تيقنت إن الناس الفرنسيين دول عالم كدابين من خلال حاجة ثابتة. إيه الحاجة الثابتة يا مستر؟ سياسة البطش اللي اتبعها نابليون في ثورة القاهرة الأولى لما دخل الأزهر، واللي اتبعها كليبر لما دخل برضه ودمر حي مين؟ بولاق في ثورة القاهرة الكام؟ التانية. يعني الاثنين استخدموا سياسة البطش ضد الثورات، يبقى التصدي للثورات. سؤال جميل. طيب يا مستر لو قلنا في الشام، في الشام يبقى مذبحة يافا البشرية. السياسة لها هيمنتها وفرض قيودها. تتفق تلك المقولة مع الخديوي عباس حلمي الثاني لإعادة حساباته مع إنجلترا قبل. السياسة لها هيمنتها وفرض قيودها، يعني السياسة فيه مصالح وفيه القوي هو اللي بيفرض رأيه على الأضعف منه. طب مين هنا القوي؟ القوي هنا كانت إنجلترا. ومين الأضعف؟ الخديوي عباس حلمي الثاني. طب بدأ عباس حلمي الثاني يتقرب من إنجلترا إمتى؟ تمام، قبل إيه؟ قبل حادثة دنشواي؟ لا يا مستر استحالة. تمام. طب قبل حادثة فاشودة ازاي؟ هو هنا كان لو جالك شلك بعد كنت تختار فاشودة. المذكرة المشتركة الأولى؟ لا يا مستر ده في الاحتلال لسه أصلا ما كانوش احتلونا. زيارة هي زيارته للندن كانت 1903، إنما حادثة دنشواي 1906. لا هي مين؟ زيارته لمدينة مين؟ لندن. بس هنا يا حبيبي لو جاب لك بعد كنت هتختار مين؟ فاشودة. جاب لك قبل هتختار مين؟ زيارته لندن. يعد كل من الفرمان الشامل 1873 وتصريح 28 فبراير سنة 1922 انفراجة سياسية لمصر. تمام، ولذا يتشابهان في ايه؟ هو انفراجة سياسية يعني مصر بدأت ليها تتنفس المنفس السياسي، تاخد حقها السياسي. طب حقها السياسي في ايه؟ حقها السياسي في التمثيل الخارجي. التمثيل الخارجي مش انت في تصريح 28 فبراير قال لك الغاء او انهاء الحمايه البريطانيه ومصر دوله مستقله ذات سياده، فاصبح عندك وزاره خارجيه، فاصبح عندك هنا تمثيل سياسي خارجي. طيب في الفرمان الشامل اعطى امتيازات كتير السلطان لمين؟ للخديوي اسماعيل. كانت منها امتيازات في مجال بريد ومجال التجاره والجمارك وغيرها. كان ليها امتيازات كتيره تجاريه على المستوى الدولي والخارجي. يبقى اعطاء مصر حق التمثيل الدولي. اللي بعدها نتج عن معركة أبو قير البحرية محاصرة الشواطئ المصرية، وعلى هذا صار مينو على نهج نابليون في فتح سبل تجارة. مع معركة أبو قير البحرية هي القشة اللي قسمت ظهر البعير. تمام، هي النقطة النهائية، يعتبر بمثابة النهاية لمين؟ للحملة الفرنسية متوقعة في الامتحان. تمام، ومعركة أبو قير البحرية ما ننساش سؤال ربط كانت سببا رئيسيا في فشل حملة نابليون في بلاد الشام عشان اتدمر فيها الأسطول. تمام يا مستر. طيب هنا فتح سبل تجارة مع مين؟ طب تعالى كده، مين اللي عمل تجارة أكتر؟ نابليون ولا مينو؟ والله يا مستر نابليون. يبقى تركز في اللي عمل أقل وتجيب التشابه، تجيب الأعمال اللي عملها وتكتبها مع مين؟ اللي عمل اكتر. فانا عايزك التركيز مع اللي اعماله اقل عشان ما تتلخفنش في اللي عمل اعمال كتير. طب تعالى كده، هو نابليون عمل ايه؟ والله يا حبيبي نابليون راح عمل معاهده تجاريه كده مع شريف مكه. شريف مين؟ مكه. طب فين مكه؟ مكه هنا في الحجاز، عندي هنا يثرب او المدينه وهنا مكه. تمام يا مستر، يعني موجوده في قاره اسيا في شبه الجزيره العربيه في الجهه الجنوبيه الغربيه. انا عايز حاجه كده
طيب يا مستر مين وعمل ايه؟ قال لي لا ده عمل تجاره، نشط التجاره في شمال افريقيا وحوض البحر الاحمر. حوض البحر مين؟ الاحمر. البحر الاحمر يعني بتشمل مين؟ ساحل افريقيا الشرقي وساحل شبه الجزيره العربيه الغربي، يعني منطقه شبه الجزيره العربيه يعني مكه كمان. وعمل مع مين؟ مع القرن الافريقي والحبشه. تمام يا مستر. ودارفور في السودان. يبقى هنا الاجابه خلاص احنا قلناها، يعتبر التشابه في مين؟ في ساحل البحر الاحمر او منطقه جنوب غرب اسيا. هي موجوده هنا، موجوده هنا. لم تكتمل وحدة أرض الحجاز وجمع شملها إلا بعد أن عقد مؤسس الدولة السعودية الثالثة. تمام؟ بعد ما عقد مؤسس الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود اتفاقية دورين، انتصاره في التبر، معاهدة الطائف، سيطرته على حائل. تمام؟ قال لك لن تكتمل وحدة أرض الحجاز، وحدة الأرض وجمع شملها. هو اصلا الدوله السعوديه الثالثه اعلن عبد العزيز ال سعود تاسيسها عام 1932، بس هو اسس دوله، بس قال لك كان في جزء ناقص من الدوله. مين الجزء الناقص من الدوله؟ كان منطقه عسير، ما بينها وما بين مين؟ ما بينها وما بين بلاد مين هنا؟ اليمن. فراح عقد مع ملك اليمن او حاكم اليمن معاهده اسمها معاهده الطائف سنه 34. تمام؟ حول منطقه عسير، حول وحده الارض. قال لك عسير دي تابعه ليا، يبقى معاهده مين؟ الطائف. سؤال حلو. كانت اولى الخطوات التنفيذيه لجامعه الدول العربيه. قلناها في الحصه مليون الف مره. تمام؟ اولى الخطوات التنفيذيه بروتوكول الاسكندريه. طب لو قلنا الاولى في الاهميه ميثاق جامعه الدول العربيه الاهميه، يبقى الاولى تنفيذيه بروتوكول اسكندريه. طب لو قلنا اهميه ميثاق جامعه الدول العربيه. تعد من الاحداث التي مثلت ابرز صور الغدر السياسي. غدر سياسي يعني خيانه، في خيانه حصلت بين السلطان العثماني والوالي. طب السلطان العثماني خان الوالي اللي هو كان مين؟ كان محمد علي. طب خانه امتى؟ لما راح لمحمد علي وعقد معاه صلح كوتاهية. يا محمد علي انا بعترف فيك سياسيا، بعترف فيك سياسيا يعني بقى في اعتراف دولي ان انت حاكم يا محمد علي الشام، تمام، وحاكم أضنة وحاكم الاراضي دي كلها. يبقى هنا اعتراف سياسي، جدع يا سلطان، تمام. وفي نفس الوقت في نفس التاريخ راح لروسيا، تمام، عدو الامس صديق اليوم بسبب المصالح. تمام يا مستر. عشان كده بقول لك السياسه ليس هناك عدوا كامل ولا صديق مستمر. مفيش عدو يبقى ليك بصوره كامله او صديق بليك صوره كامله، هي حاجه واحده بتربطها، المصلحه. تمام؟ يبقى معاهده يوليو، المعاهده السريه لما راح السلطان عقدها مع روسيا عشان يستعيد الاراضي من محمد علي. هناك رابط بين قيام مصطفى النحاس عام 1951 بإلغاء معاهدة الصداقة والتحالف مع انجلترا وايه؟ هو لما ألغى مصطفى النحاس معاهدة 36 أعلن ايه؟ أعلن الجهاد والنضال المسلح في منطقة القناة، وبدأ يزود رجال الشرطة بالسلاح ويحس الشعب والوطنيين ان هم ينزلوا حاربوا الشعب والوطنيين ورجال الشرطة. يبقى هنا في تحالف بين الشعب والمؤسسات. لازم الاقي حاجه كده، مش وحده بين الشعب ومؤسسات الدوله اللي هي الحكومه وكمان الشرطه. غالبا ما يتصف الساسه البريطانيون، يعني رجال السياسه ببعد النظر. بريطانيا انا بقول لك هي رقم واحد في السياسه، ده رقم واحد في التفكير. تمام يا مستر. في مواقفها من اجل تحقيق مصالحهم، لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك. يعني مين الشخص فيهم اللي كان غبي بالبلدي كده؟ تمام؟ بيان ايدن الثاني، مندوب مؤتمر الاستانه، تصريح صامويل هور، اصدار وعد بلفور. وعد بلفور قلنا ذكاء عشان ياخدوا المال. بان ايدن الثاني عايز يهدي الاوضاع ويكتسب العرب. مندوب مؤتمر الاستانه، لا ده مندوب مؤتمر الاستانه هو السبب في احتلال مصر، لما قال لك
إلا ما حدث ما يؤدي لذلك. تمام. تصريح مين؟ صامويل هور، لما قال لك من حق بريطانيا أن تتعامل مع مصر بدون إيه؟ قيود. يعني بريطانيا تعمل اللي هي عايزاه. تعمل اللي هي عايزاه ازاي يا عم؟ مش بتقولوا لي ان احنا مستقلين من 1922؟ مالك يا عم؟ فعشان كده الشعب المصري عمل ثورة 1935. من اهداف المجمع العلمي الفرنسي دراسة المسائل التاريخية ونشرها، وهو ما يتحقق بالفعل بالدليل. والمجمع العلمي بيدرس المسائل التاريخية والصناعية واقتصاد وكذا حاجة. تمام. وعلمية. طب هنا قال لك المسائل التاريخية، يبقى لازم حاجة ليها علاقة بالتاريخ. إنشاء الديوان العام؟ لأ. دراسة مجرى نهر النيل؟ لأ، ده ليه علاقة بمنسوب المية عن اقتصادي. التفاهم مع شريف مكة؟ تجارة اقتصادي. فك رموز حجر رشيد؟ بقى ليه أهمية تاريخية ومعرفة الكتابة المصرية. الثقافة هي الطريق الناعم لصناعة الزعماء. الثقافة هي الطريق الناعم لصناعة الزعماء. بينما الشعوبية، ان انت تعتمد على القوى الشعبية وتعمل مظاهرات وحركات، هي الطريق الخشن لظهور الزعماء. تنطبق العبارة السابقة تمام بشقيها على اي من الزعماء الاتيين. عايزك تختار واحد اعتمد على الثقافة، وتاني واحد اعتمد على الشعوبية والمظاهرات والكلام ده. احمد عرابي؟ لا يا مستر، احمد عرابي اعتمد على القوى العسكريه. تمام. او لو كانت معكوسه كان يبقى ليها امل ممكن نفكر فيها. سعد زغلول؟ نفس الكلام يا مستر، سعد زغلول ده ممكن يبقى الثاني. محمد فريد وعلي ماهر؟ لا يا مستر، ما اتكلمتش علي ماهر. تمام. مصطفى كامل وسعد زغلول؟ ايوه مصطفى كامل يا مستر، هو اللي دخل صالونات فكريه واهتم بالنواحي الثقافيه ثقافه، وسعد زغلول اهتم بالناحيه الشعوبيه لما لجأ للشعب المصري وعمل ثورة 1919. من ردود هنري مكمهون على مطالب الشريف حسين إن بريطانيا لا تستطيع اتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح أي من حلفاء في المنطقة. بريطانيا مش هتعمل أي حاجة تضر بيها، وهذا يبرر رفضها إعطاء أي من المناطق الآتية. هو مين حليف بريطانيا في الوقت ده؟ تمام. حليف بريطانيا يا مستر بعد لما جينا قلنا الاتفاق الودي كانت فرنسا. طب فرنسا كانت واخده ايه؟ فرنسا كانت عايزه تاخد بلاد الشام ودمشق وحلب ولبنان. تمام. فانت لازم تلاقي حاجه كده تختارها اهي، دمشق ومين؟ وحلب. سعى الاستعمار الى ان الامه حواجز جمركيه لمنع الاتصال والانتقال بين البلاد العربيه، وهو عكس سياسة الإدارة المصرية في القرن الأفريقي. يعني الاستعمار من أساليب الاستعمار تفكيك الدول العربية. تفكيك الدول العربية بإيه؟ بحواجز جمركية، وخلق عروش وهمية. تمام يا مستر. طيب وإيه تاني يا مستر؟ والامتيازات الأجنبية، وحاول يمهي الهوية والثقافة العربية والإسلامية. كل دي من أساليب الاستعمار عشان يفتت الأمة العربية ويفتت أي دولة بيستعمرها، بالإضافة للنزاعات الطائفية. مستر طب تعالى هنا، دي أساليب الاستعمار، الحاجات الوحشة وحاجات مهمة جدا متوقعة في الامتحان. طيب يا مستر، مصر بقى في القرن الافريقي عملت غير كده. مصر ما كانتش بتقسم، مصر كانت عايزه تربط وتعمل اتصال. طب عايز حاجه هنا ليها علاقه بالترابط والاتصال. انشاء خطوط ملاحيه ومحطات بريديه، بريد اتصال، وخطوط ملاحيه اتصال. يدل قرار حكومه شريف باشا بترقيه احمد عرابي وكيلا للحربيه لما بعتوا الشرقيه. اول ما بعتوا الشرقيه لقى احمد عرابي مكانته بتزيد اكتر، رب ضروره نافعه، انا بعته عشان اذيه، فجاه لقيت شانه بيزيد. طب يا عم انت عينته كده ليه وكيل حربيه؟ قال له والله عشان خفت منه، خفت سلطته تزيد اكتر 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 فدمرنا كلنا. يبقى خلق شريف من زياده نفوذ عرابي. 36 ان الطرف الذي ارتدى ثوب الحمل، تمام، الحمل الوديع، الثوب المبتسم الغلبان الطيوب، في مؤتمر برلين اراد ارتداء ثوب الذئب في. هو مين اللي ارتدى ثوب الحمل في مؤتمر برلين؟ المانيا. تمام يا مستر. طب ارتدت ثوب الذئب
امتى؟ والله يا مستر ابتدت تساوي بالذئب في حادثه اسمها حادثه اغادير سنه 1911 لما فرنسا راحت خدت مدينه فأس، فعملت المانيا تهديد ومظاهره حربيه قرب ميناء مين؟ اغادير. طب حل المشكله دي كان ايه؟ حل المشكله دي يا حبيب قلبي ان فرنسا اتنازلت عن جزء اللي مين؟ لألمانيا من الكونغو، يبقى هتطلع حته للكونغو. تمام، عطت لألمانيا جزء من الكونغو. يبقى هنا باين ان انت الحمى الوديع يا جماعه انا هعمل لكم مؤتمر بمين؟ برلين، بسمارك. تمام، مالك يا بسمارك؟ قال لي والله يا جماعه انا دعيت دول العالم كلها في المانيا في برلين عشان نحل النزاعات ما بيننا، والمانيا طلعت وايطاليا بالمولد بلا حمص ما خدتش حاجه، فجاه اتحولت لذئب مفترس. امتى يا مستر؟ عقب حادثه اغادير. وبالمناسبه بعد الحادثه دي تم السيطره شبه الكامله لمين؟ لفرنسا على المغرب، عشان ما ننساش ان اسبانيا كانت واخده بعض من مناطق الساحل. يبقى هنا مين؟ المغرب. السؤال رقم 37. السؤال رقم 37 عندك بيقول ايه؟ السؤال رقم 37 بيقول ان امريكا قلقه من الوجود العسكري المصري في اليمن. امريكا خايفه من الوجود العسكري المصري فين؟ في اليمن. انا خايفه من وجود مصر في اليمن. زي مين يا مستر؟ زي التاريخ بيعيد نفسه، زي انجلترا لما خافت من محمد مين؟ علي في شبه الجزيره العربيه، وخافت من فرنسا في مصر. لابد ان يخرج هذا الجيش بخسائر حتى يتم اضعاف جمال عبد الناصر وخلعه. الفقره دي تشبه موقف الدول الكبرى مع وجود الجيش المصري في مين؟ امتى الدول الكبرى شافت الجيش المصري في المنطقه دي بالذات خطر؟ تمام، لازم نقضي عليه، لازم ننهيه، لازم نضعفه، عشان كمان نقدر نخلع مين؟ صاحبه او الرئيس في الوقت ده. والله يا مستر الكلام ده كان في عهد الخديوي اسماعيل. طب مستر ما اختار المورا، حبيبي المورا ما كنتش عايز تخلع بعدها محمد علي. تمام، انت زي محمد علي بقى خطر وقوي هنا، بس انت بقيت عايز تقضي عليه اكتر في حروب الشام. تمام يا مستر. طيب هنا ايه اللي عمله اسماعيل؟ اسماعيل لانه راح اتجه الى القرن الافريقي وبلاد الحبشه، ففي الوقت ده اصبح يمثل خطر على الدول الاوروبيه اللي هي بتتنافس في المنطقه دي وعايزه تستولى عليها، فكده اسماعيل بقى يمثل خطر عليها. فهنا عندي بلاد مين؟ الحبشه، وعشان كده ظهرت الازمه الماليه والتدخل في مصر في عهد اسماعيل. ما كان لإيطاليا أن يكون لها موضع قدم بسهولة في الأراضي الليبية لولا موقف. يعني إيطاليا بكل سهولة كده ما كانتش هتقدر تيجي هنا مصر اهي جنب مصر، تمام، جنب هنا دولة مين؟ ليبيا، وهنا هطلع هنا الاقي نفسي هنا بلاد مين؟ الشام. تعالى هنا انا عايز بس ايه شكل توضيحي للحاجة اللي هتكلم عليها دلوقتي. الجزء ده مصر وليبيا. طب مصر موجود فين؟ مصر موجود فيها مين؟ انجلترا. فبيقول لك هنا ما كان لايطاليا اللي رايحه تحتل ليبيا عام 1911، تمام؟ ايطاليا ما كانتش تقدر تاخد ليبيا موضع قدم بسهوله في الارض الليبيه لولا موقف مين؟ هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا حبيبي لما ايطاليا كانت جايه تحتل ليبيا ظهر هنا استفاقه للدوله مين؟ العثمانيه، بدات تستفيق، بدات تفوق وتدافع عن اراضيها، تمام؟ لما ما كانتش فايقه ونايمه والحمله الفرنسيه جت احتلت مصر، وكمان بيقولوا عرابي خاين، حاجه في قمه التخلف للاسف من الدوله العثمانيه في الوقت ده ان هي باعت اراضيها. طب هنا بدات تدافع عن اراضيها. ليبيا لما كانت عايزه تبعت مين؟ كانت عايزه تبعت قوات عثمانيه من بلاد الشام للدفاع عن مين؟ عن ليبيا. طب ايه اللي حصل؟ لقينا انجلترا منعت عبور القوات العثمانيه من اراضيها، يعني من مين؟ من المكان اللي مستوليه عليها من مصر. فهي منعت عبورها، يعني عطلت وصولها لمين؟ لليبيا، فبالتالي سهلت على ايطاليا احتلال ليبيا. طب تعالى نفهم بقى
القوات الفرنسيه في لا، الضغط الروسي لا، الاسطول الاسباني لا، الاداره الانجليزيه في مصر. هي الاداره الانجليزيه في مصر. طب ازاي يا مصر؟ قال لك عشان الاداره الانجليزيه في مصر وهنا في الوقت ده برضه خالفت القانون الاساسي للورد دافرين، عشان قال لك مصر ولايه عثمانيه، فانت جيت في الوقت ده لسه ما فيش عداء حصل، منعت القوات العثمانيه من العبور فعطلتها، فسهلت احتلال مين؟ ليبيا. ان معظم اعماله تدل على انه حاكم حسن النيه لكن يفتقد الخبرات السياسيه. ركز. عايز بالقول السابق ينطبق على الشخصيات التاريخيه لكن يخرج عنها، يستثنى منها. تمام؟ مين من دول اللي مش حسن النيه وما بيفتقدش الخبرات السياسيه؟ لا، نيته مش حسنه خالص. تمام؟ شكاك في اي حاجه. مين الشخصيه اللي شكاكه في اي حاجه؟ مين الشخصيه اللي ما بيفتقدش، اللي عنده خبرات سياسيه كبيره جدا جدا جدا؟ طب تعالى كده من غير ما تفكر، محمد علي. طب عمو سعيد راح وقع علينا قناه السويس وتدخل اجنبي وقروض. طب الباي محمد امتيازات برضه تجاريه. طيب الباي محمد الصادق قال لك امتيازات تجاريه وقروض ودخل الاجانب. لا، غلط. كلهم كانوا عندهم حسن نيه بس افتقدوا للخبرات السياسيه باستثناء مين؟ محمد علي. ايام من النصوص ايه؟ قرار مجلس الامن رقم 242 اعطى اسرائيل اعترافا بحقها في الوجود. هو امتى يبقى ليك حقك في الوجود؟ والله لو ليا حق في الوجود ان انا اللي يبقى ليا ارض. تمام؟ ليك ارض، ان انت تاخد ارض وتبقى ايه؟ وابقى سيد عليها. طب انا عايز حاجه كده، يبقى سيادتها على ارضها، احترام سياده دول المنطقه. فهنا اعترف مجلس الامن كده، يعني لماها كده بشكل غير مباشر ان اسرائيل لازم تحترم كل دول المنطقه، ودول المنطقه تحترم دوله اسرائيل. فهنا اعترف بيها ان هي مين؟ دوله. الانسحاب لا، خلاص. ارتبط نشاط مصطفى النحاس في فترة الأربعينيات بعدة أمور ليس من بينها. فترة الأربعينيات دي من كام لكام؟ اكتب 30. طب هو كده سنة كام؟ 1930 لحد 1939. دي كده فترة الأربعينيات. طب ليس من بينها، أنا عايز الحاجة اللي ما عملهاش. الاهتمام لا، اهتم بقضايا الأمة العربية. استخدام الدبلوماسية من أجل، لا، استخدم الدبلوماسية في معاهدة 36. الاعتماد على الكفاح المسلح، اتحالف مع القوى الاستعمارية في معاهدة 36. الاعتماد على الكفاح المسلح دي ما عملهاش في فترة الأربعينيات، يعتبر عملها في فترة الستينيات. تمام؟ ليه؟ لما أعلن الكفاح المسلح عام 1951. يتمثل الرابط المشترك بين تدخل انجلترا لوضع طنجة تحت إدارة دولية وحصولها على جزيرة قبرص من السلطان في رغبتها في إيه؟ طب أنت حطيت طنجة تحت إدارة دولية ليه؟ عشان مضيق طارق، عشان البحر المتوسط. وخدت جزيرة قبرص ليه؟ عشان تأمن برضه تجارتك في البحر المتوسط، يعني بتعمل على مصالحك، يبقى التعزيز مصالحها التجارية في البحر المتوسط. ظهرت البصمة الأمريكية بشكل واضح على الأوضاع في فلسطين من خلال مين يا مستر؟ الدعوة لمؤتمر كامب ديفيد؟ لا. تمام؟ ده ما بيننا وما بينهم والكلام ده. القرارات الصادرة عن لجنة بيل؟ لا، ده من بريطانيا. كتاب أبيض؟ لا، الكتب الأبيض برضه مش تبعنا، إنجلترا والكلام ده. نتائج انعقاد مؤتمر بالتيمور عام 1942 لما قال لك لفلسطين سلطة. طب فلسطين سلطة هيبقى ليها ايه؟ هيبقى ليها جيش وحق الترشح في مين؟ في مجلس الامن. يعني بيعترفوا ان للاسف اسرائيل كان الصهيوني المحتل، كان الصهيوني هيبقى ليه سلطة وهيبقى ليه إدارة. يبقى سلطة وإدارة كده بيهيئوا ان هو ايه؟ يتحكم في الارض. سؤال رقم 44. بعد فشل الحملة الفرنسية في تكوين إمبراطورية في الشرق تكون قاعدتها مصر، خططت لاحتلال. طيب يا مستر، خططت لاحتلال مين؟ أول ما الحملة الفرنسية فشلت في مصر عام 1801
اتجهت على طول لمين؟ للجزائر سنة 1830. طيب سوريا ولبنان وموريتانيا بنتكلم في 1920. تمام يا مستر، موريتانيا بدأت من 3 بس الاحتلال النهائي كان 20. طيب المغرب من 1907 لحد 1911 عقب حادثة أغادير. التواريخ دي مهمة. طيب في حاجة حضرتك حابب تقولها لنا؟ في حاجة حابب أقولها لك بمناسبة الحملة الفرنسية. فأنا عندي هنا سؤال مهم جدا في الامتحان: أحداث الحملة الفرنسية. هي أحداث الحملة الفرنسية في مصر وبلاد الشام. إيه أهم الأحداث اللي حصلت؟ والله يا مستر أهم الأحداث اللي حصلت يعني أهم الحروب اللي حصلت. إيه أهم الحروب؟ رقم 1 يا حبيبي كانت في اسكندرية. كانت يوليو في اسكندرية سنة 1798. تمام يا مستر. طب ايه اللي حصل فيها؟ ده أول كفاح، أول صدام. الأحداث أنا هتكلم هنا عن الصدامات اللي حصلت في مصر، مهمة جدا جدا جدا. البداية في اسكندرية. طب البداية في اسكندرية كانت المواجهة مصرية، يبقى ظهر هنا غياب مين؟ ظهر هنا غياب الحاكم ونضال المحكوم. غياب الحاكم اللي هم المماليك والعثمانيين كانوا في ميه الخلاط، ونضل المحكوم اللي هم مين؟ المصريين بزعامه محمد خريم. تمام يا مستر. النضال الاول في اسكندريه. تمام. طيب 2 ممكن تحط هنا اسكندريه ايه؟ تعد اسكندريه بمثابه القاعده الرئيسيه لاحتلال مصر. تمام. من المحتل سواء انجلترا سواء فرنسا او انجلترا في حمله فريزر او انجلترا فيما بعد لما هتيجي تحتل مصر. طيب تاني حاجة يا مستر، تاني حاجة عندي معركتين. معركة أولى اسمها شبرا خيت، ومعركة تانية تالتة اسمها إمبابة. تمام. طيب اسكندرية هنا كانت بمثابة معركة؟ لا، مقاومة عشان أهالي بيحاربوا جيش. طب أول معركة بالحملة الفرنسية كانت معركة شبرا خيت، فهنا أول معركة. تمام. وأول اختبار حقيقي لمين؟ للحملة الفرنسية في معركة رئيسية في مصر. تمام. طب وكانت تعد ايه؟ بمثابه ايه؟ صدمه لمين؟ صدمه للقوات المملوكيه. مراد قال انا هروح اقتلهم بجحافل الخيل بتاعي. تمام. ده مش هياخدوا معايا نص ساعه. وفي الاخر لمراد للاسف قال لك بجحافل الخيل بتاعي، وفي النهايه مراد اتهزم هو في نص ساعه. طب مستر 3 امبابه، قال لك امبابه دي تعتبر تاني مواجهه ما بين المماليك. طيب ظهر فيها ايه؟ قال لي والله هنا ظهر فراغ سياسي. فراغ سياسي عشان انت دولتك خلاص احتلت، العاصمه سقطت، ولو سقطت العاصمه سقطت الدوله، يبقى حدث فراغ سياسي اثناء الحمله الفرنسيه بعقب معركه مين؟ امبابه، عشان عمنا مراد طلع يجي الصعيد، وعمنا ابراهيم والولي العثماني طلع يجي الشام. يعني حتى المماليك ما بينهم اختلاف في الهروب. طيب يا مستر خلاص امبابه بعدها ايه؟ قال لك يجي بعد امبابه معركه ابي قير البحريه. دي كانت النهايه الفعليه للحمله الفرنسيه، وقلنا تحطمت فيها امال فرنسا، كله بسبب مين؟ معركه ابي قير البحريه. ليه؟ دمرت الاسطول الفرنسي، قضت على امال فرنسا في التحكم في البحر المتوسط وتكوين مستعمره في الشرق يكون مركزها مصر، وساهمت في فشل حمله نابليون على بلاد الشام بسبب تدمير الاسطول، وساهمت في قيام ثورات المصريين عشان نابليون بقى يعتمد على مصر في سد احتياجاته، ففرض الضرائب ونهب البيوت، فادت لحدوث الثورات وكراهيه المصريين. طب مستر بعدها 5 نابليون اتجه الى الصعيد، وفشل في الصعيد بسبب عوامل طبيعيه طول الوادي وعوامل استخباراتيه، فشلوا في معرفه الطبيعه الجغرافيه وعوامل عسكريه، ان هم استخدموا حروب المناوشات والمعارك المتفرقه. طيب يا مستر يسكتوا على كده؟ قال لك لا، قال لك كمان ظهر وهو بيحارب في الصعيد ثوره اسمها ثوره القاهره. مين؟ القاهره الاولى. طب حصل ثوره القاهره الاولى واستخدم فيها البطش وظهر الوجه القناع، يبقى هنا سقط مين؟ القناع الحقيقي لنابليون وقادة الحملة. طب بعد الثورة ايه اللي حصل؟ جينا لقينا والله يا عم الحاج في تحالف ثلاثي انجليزي عثماني روسي عايز يمشي نابليون من مصر.
طب ايه اللي حصل يا مستر نتيجه التحالف ده؟ قال لك يا حبيب قلبي نتيجه التحالف ده اتجه لمين؟ لبلاد الشام. خلاص يا مستر اتجه لبلاد الشام. طيب يا حبايب قلبي زي ما قلت الشام، طيب ايه اللي حصل في الشام؟ جيت قلت عشان يوقف التحالف الثلاثي، يعني طبق فكره الهجوم خر وسيله لمين؟ للدفاع عشان ما يتعرضش للحصار. طب رقم 8 عندك ايه اللي حصل؟ رقم 8 فشل في الشام. تمام، فشل في الشام. لما فشل في فتح مين؟ عكا. تمام يا مستر. وفي الحقيقه قدر يهزم برضه قوات عثمانيه من الجيش العثماني كانت جايه تساعد عكا، بس النتيجه ان هي فشل لما فشل في فتح مين؟ عكا. طيب رقم 8، رقم 8 رجع مصر. طيب وهو رجع مصر ايه اللي حصل؟ لقى الحمله البحريه وصلت، فنزلت ابو قير البريه فتحولت لبريه، فجالي معركه ابي قير بس مين؟ البريه، وقدر يهزم فيها القوات العثمانيه. طيب يا مستر يسكت على كده؟ قال لك لا، سابنا ومشى. سابنا ومشى بسبب التحالف الاوروبي بزعامه النمسا. تحالفات دوليه كانت سبب في خروج كده مين؟ الحمله الفرنسيه ونابليون من مصر. خرج اول حاجه من فرنسا وجه عشان يقضي على التحالف الانجليزي اللي ما قدرش يدخل فرنسا في عقر دارها، وخرج من مصر راح الشام عشان يقضي على التحالف الثلاثي الانجليزي العثماني الروسي، وخرج من مصر راح فرنسا عشان يقضي على التحالف الاوروبي بزعامه النمسا. الحاجات دي مهمه. طيب مستر رقم 9 عندك ايه؟ قال لي والله يا حبيبي رقم 9 لما خلاص معركه ابو قير البريه خلصت نابليون قلت مشى، وجالي بعديه مين اللي جالي بعديه؟ جالي بعديه كليبر. فكليبر ما كانش عايز يقعد، كان عايز يمشي، فراح عمل معاهده اسمها معاهده العريش. بس اللي حصل في معاهده العريش انجلترا اتدخلت وقالت لكليبر انا عايزاك تمشي كأسرى حرب. وتدخل انجلترا ده جاء بشكل ايه؟ ايجابي؟ لا، شكل سلبي على مين؟ الدوله العثمانيه، عشان كليبر هاجم القوات العثمانيه وهزمهم في عين شمس او هليوبلس. طب رقم 10، رقم 10 حبيب قلبي كانت خلاص احنا قلنا العريش كانت مع ثورة القاهرة الثانية. المصريين استغلوا ان كليبر مشغول مع الدولة العثمانية وقالوا نعمل ثورة، واستخدم فيها كليبر البطش والعنف ضد المصريين في منطقة حي بولاق، وتم قتله بعدها، تم اغتياله على ايد سليمان الحلبي. وظهر هنا فيها مبدأ المساعدة العربية عشان كان طالب سوري، زي ما ظهر مبدأ المساعدة العربية في الصعيد لما جالنا قوات من شبه الجزيرة العربية. طب مستر رقم 11 ودي آخر حاجة من أحداث الحملة الفرنسية، لما تحالف واتجه الأسطول الإنجليزي مع قوات عثمانية وبعض زعماء المماليك ونجحوا في طرد الحملة الفرنسية. بجد كانت بتعاني من الوجود في مين؟ في مصر. طب مستر آخر حاجة عندي، نجحت مصر أثناء حرب أكتوبر 73 في تطبيق مبدأ الحشد العسكري والحشد السياسي. والله هي نجحت في تطبيق الحشد العسكري، جمعت جيوش زي ما عملت الحشد العسكري والتنسيق مع سوريا، والحشد السياسي لما حصلت على تأييد من الدول العربية وأكثر من 22 دولة إفريقية قطعت علاقتهم مع مين؟ مع إسرائيل. فده كده حشد سياسي. دايما المقالي بيبقى سهل جدا جدا، ده عارف جزء اكتب عليه وانت كده ضمنت الدرجة كاملة. مستر الفرصة تولد من قلب المخاطر. الفرصة تولد من قلب المخاطر. طبقت انجلترا المقولة السابقة في الخليج العربي مرة، وفي الهلال الخصيب مرة. استشهد على صدق العبارة. سؤال حلو جدا وشرحناه في محاضرات كتير جدا. طبقت انجلترا المقولة السابقة في الخليج العربي مرة. امتى يا مستر؟ قال لك ظهر الخطر في الخليج العربي لما جالنا مين؟ محمد علي في الحركة الوهابية، فراحت عملت معاهدة صلح عام مع مشايخ الخليج وقدرت ان هي تاخد عمان بحجة حركة القرصنة. طيب في الهلال الخصيب، قال لك في الهلال الخصيب ظهر لي ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق وبدأ يعتمد بألمانيا، وظهر لي في الهلال الخصيب سوريا ولبنان كان فيهم قوات فرنسية تابعين لحكومة فيشي،
وحكومة فيشي دي هي في تعاون ما بينها وما بين مين؟ ألمانيا. فإيه اللي حصل؟ جينا لقينا الحكومة الإنجليزية. إيه اللي عملته يا مستر الحكومة الإنجليزية؟ الحكومة الإنجليزية أخذت الكويت عشان تمنع نزول القوات الألمانية التابعة لحكومة فيشي، وغير كده وكده ضغطت على سوريا ولبنان. ضغطت على سوريا ولبنان بإيه يا مستر؟ ضغطت على سوريا ولبنان إن هم يمنعوا وصول حكومة فيشي، وساهمت في مين؟ في نجاح حكومة شارلي دي جول اللي هي حكومة فرنسا الحرة الموالية لمين؟ الموالية إلى إنجلترا. يبقى هي كده استخدمت إيه يا مستر؟ استخدمت المصيبة لصالحها، رب ضرة نافعة. وقلت لك إن بريطانيا خير دولة تقدر تقلب الأوضاع. تمام يا مستر. طيب مستر في حاجة تاني؟ يا حبيبي في الحملة الفرنسية برضو حاجة مهمة. كل أحداث الحملة الفرنسية أو محاولات الحملة الفرنسية لاحتلال مصر كانت لها هدف اقتصادي، سواء عندي لويس ال14 على هولندا، سواء لويس ال16 على انجلترا، سواء اللواوسة كلهم لويس ال15، كلهم ليهم هدف اقتصادي. ده الهدف السائد على محاولات مين؟ الحملات الفرنسية لاحتلال مصر أو المحاولات الفرنسية لاحتلال مصر. طب الهدف الدفين هو هدف سياسي، اللي هي القضاء على أعدائها ويبقى ليها مكانة وقوة سياسية. وبكده حبايب قلبي نبقى أنهينا مع بعض، أنهينا خلاص بس لسه ما انتهيناش، أنهينا شرح أهم النماذج وأهم الأسئلة بإذن الله اللي هنلاقيها في الامتحان. وأتمنى إن احنا نكون استفدنا من المحاضرة كويس جدا. وادعي كده وقرب من ربنا ورتب أفكارك كويس، وتحت أمرك حبايبي في أي سؤال في أي استفسار اكتبوه بس تحت في التعليقات وبإذن الله أجاوب عليه. بإذن الله يا أبطال تشرفوني في الامتحان وتحققوا أعلى الدرجات في دوام ورعاية الله. السلام عليكم.